السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة بقى هعمل معاكم جولة كده في المطبخ، واعمل معاكم روتين. انا عارفة المطبخ بتاعي ضيق زيادة عن اللزوم، وايه يعني بصراحة انا مش بعرف اعمل فيه حاجة خالص، مش عارفة ليه، بس الحمد لله ربنا يوسعها علينا جميعا يا رب. بصوا حبايب قلب، المطبخ بتاعي انا حبيت اعمل معاكم روتين عشان عايزة اعمل فيه شوية تجديدات. انا هنا كان عندي قلقاس في الفريزر كده، ببقى عاملاه صابح وبعينه برضو اما بيبرد بعينه، يعني لو اخدنا منه طبق ولا حاجة وبعدين بتعينيه بقى في يوميها يعني، فبيبقى كأنك لسه عاملاه دلوقتي. وعملت جنبه بس شوية رز بشعرية صغيرين، عشان انا مش حابة اكل قلقاس ورز بشعرية، فعملت على قده. انا ممكن اعمل لي سندوتش جبنة بقى ولا اي حاجة. هنا بقى بصوا المطبخ بتاعي صغير خالص، يعني لو جيت اعمل فيه شوية تجديدات مش هيكلفني حاجة كتير. فانا قلت كده اشاركه كده معاكم اعمل فيه انا عايزه اجيب الورق الحجري اللي هو نازل جديد ده، بصراحه نفسي اعمله قوي. فانا قلت كده يعني نتكلم مع بعض كده ونشوف عايزه اعمل انا عايزه انزل اللي هو بتاع المية ده، اللي هو الفلتر بتاع المية ده. بصراحة مضايقني على الحوض اوي، المطبخ مش ناقص اصلا، المطبخ مش ناقص. فانا عايزة اشيل شوية حاجات كده من المطبخ بحيث اوسع المطبخ شوية. انتوا برضو قولولي ايه رأيكم، هيبقى حلو ولا ايه؟ هنا بقى يا حبايب قلبي انا هنا بعمل بعمل كده المواعين زي ما انتوا شايفين، بغسل بقى الرخامة. بصوا يا حبايب قلبي، انا فرحانة جدا ان القناة بدأت تتحسن شوية والمشاهدات بدأت تعلى وتبقى كويسة. شكرا جدا لأي حد معايا في القناة، وشكرا للناس برضو تاني اللي دخلت لي من عند فريدة. بصراحة هي إنسانة خلوقة جدا، وربنا يفرح قلوبكم جميعا. ف اهمت هنا شويه رز بشعريه اللي انا قلت لكم عليهم، والقلقاس اسخنه وخلاص، لان النهارده انا كنت عايزه اجيب لبن محمد. فبصراحه اللبن ده نصيبه بصراحه، يعني انا شاريه علبه لبن ب100 جنيه، واللي هي اللي على الميكروي. فاللبن ده وحش قوي يا جماعه، الصناعه ده يعني الرضاعه الطبيعي دي نعمه من عند ربنا، والله الرضاعه الطبيعي نعمه كبيره من عند ربنا. فانا بقى صناعي، انا كنت الاول برضع طبيعي وبرضع صناعي، بس اللي يعني ما اعرفش بقى اتنظرت ولا ايه، بس يعني ما عادش بيرضى ياخده نهائي نهائي، بيشوفوا كده يصرخ، رغم ان انا فيا يعني عندي لبن لسه لحد الان ومش راضي، يعني بقول يمكن يهفوا الغرام ياخده ولا حاجه، ما بيرضاش خالص. فان شاء الله هاخد حبوب بقى تنشيف اللبن الطبيعي ده، عشان طبعا ما يعني مش عارفه هو غلط كده لانه هو موجود وما حد يعني هو مش بيرضعه. فان شاء الله اخد بقى حبوب تنشف لي اللبن دوت، وهو كده كده بياخد صناعي. احاول بقى ادخله اكل، احاول ادخله اشوف بقى اعمل له ايه. هنا بقى زي ما انتم شايفين ملك راحت المدرسه النهارده، كان يوم تعب قوي، عمتها خدتها وديتها معاها، بس صحيت من اول الساعه 4 الفجر، كان يوم تعب قوي. ف هنا ببدأ كده بقى بس كده يا حبايبي زي ما انتم شايفين، معلش بفصل الفيديو. هنا بقى بغسل كده كل حاجة زي ما انتم شايفين كده. اليوم اللي ببقى فيه بره باجي اطلع اي حاجة من الفريزر كده واسخنها واعمل شوية رز بشعرية. انا بعمل طبيخ، بعمل بزيادة شوية. بصوا على فكرة بيبقى زي الصبح بالظبط، مبيبقاش فيه اي حاجة. فلما تعملي طبيخ زودي بشوية، يعني مثلا بدل ما تعملي نص كيلو قلقاس لا اعملي كيلو. كلي مثلا نص وعيني نصه في كيس لبن في الفريزر، هتيجي تطلعيه سيبيه يفك خالص، او مثلا حطي نص كوبايه ميه ووطي عليه النار، هيبدا يفك معاكي وهيغلي غلوتين، تقومي واكلاه هيبقى كانك لسه طافيه عليه دلوقتي. فده برضه حاجات بتوفر معاكي مجهود، وبتوفر معاكي برضه في الميزانيه. يعني يوم معكيش فلوس، يوم مثلا مشغوله في مشوار، تطلعي لعيلك وتاكلي. انا قبل كده اللوبيا دي كانت في الفريزر برضه، طلعتها وسبتها تفك وسخنتها وعملت جنبها رز بشعرية. هنا بيحبوا الرز ابو شعرية، فعملت كده رز بشعرية وسخنت اللوبيا زي ما انتوا شايفين كده. ببدأ
اغسل مواعيني كلها. انا طبعا ما كنتش عملت حاجه لان ملك مصحاني من بدري، وكنت بره بدور على لبن محمد يرضوا يدهوني او كده. هما بصراحه لهم تحكمات فظيعه في اللبن بالذات، ما اعرفش ليه. فزي ما انتوا شايفين كده خلاص بدأت اغسل في المواعين. الحلة دي بتاعت اختي طبعا بقى، يا اختي بعد ما تشوف الفيديو ده تبعتي تاخديها. هي صغيرة كده ومحندقة. انا عندي حلة زيها بالظبط بس بحمر فيها الفراخ اللي هي الكنتاكي لانها صغيرة وما بتاخدش زيت كتير. فدي بقى الحلة بتاعت اختي كانت بعتها لي. هنا بقى بصوا الطقم ده يا جماعة جميل. لو يعني بصوا والله العظيم السيراميك والجرانيت احلى مليون مرة من الالومنيوم. بصوا بيبقى الحاجة ناشفة فيها، يا دوبك تحط فيها شوية مية وتيجي تدعكها تلاقيها بتجري معاكي، ولا بتلزق فيها ولا بتتحرق ولا اي حاجة. نفسي اجيب طقم السيراميك او الجرانيت ده يبقى عندي. أه بحبه قوي، مهما حصل مهما اتحرق مهما نشف فيه اكل في ثانية تلاقوه نضيف، ولا بتدعكي ولا بتعملي. جميل بصراحة. يعني بصوا الحلة دي كان فيها رز، حطيت فيها شوية مية في ثواني نضفت. فبصوا زي ما بقول لكم كده والله الحاجات دي بتوفر معاكم جامد. اعملي شوية طبيخ حطهم في الفريزر. عارفين اما بيتفضل عندي شوية رز وانا مثلا بكرة مش هاكل رز، يعني مثلا بكرة عايزة اعمل مثلا مكرونة بشاميل او عايزة مش عارف ايه مثلا، وانا مش عايزة اكل الرز ده، بقوم حاطاه في كيس لبن نضيف واقوم حاطاه في الفريزر. اجي يوم تاني اقوم مطلعه الرز مع كيس طبيخ مثلا من اللي انا بحطه زي ما قلت لكم كده، واقوم أطبخ خالص. ممكن في اليوم ده اروق، انكت الشقة، اعمل جامد، اخرج كده. بيبقى الاكل في البيت جميل على فكرة. وبالرز بيطلع برضو بسيبه يفك وبوطي عليه النار خالص وبحط حتة زبدة وبسخنه، بيبقى طعمه جميل قوي والله كأني لسه عاملاه الثانية ده. جربوا كده في كميات بسيطة وايه، وجربوا هيعجبكم الموضوع ده قوي. اما باجي اعمل طبيخ بعمل بزيادة شوية وعين حبة في الفريزر. يوم مثلا مفيش فلوس، يوم مش قادرة اطبخ، يوم محمد مسهرني، بطلع من الاكل ده على ليمونة مخللة، بيبقى يوم جميل ويوم بيعدي. فهنا بقى زي ما انتم شايفين كده بغسل المواعين. بصوا محمد بقى اما بيعيط ببقى ايه، هنا بقى التليفون مش راضي يفصل. بصراحة التليفون ده مغلبني جدا والله العظيم وحش قوي. الحمد لله كده خلصت مواعيني كلها. محمد كان بدأ يعيط بعد ما خلصت المواعين كلها، قلت الحمد لله. بصراحة محمد بيزني جامد وبيزني ياما، ما اعرفش بقى بيسنن ولا ايه، بس ساعات كده يعني عايزني اقعد قدامه، ساعات كده يبقى طالبة معاه ان انا اقعد على طول. بفرش فرشة كده في الارض وبصفي عليها المواعين.